السلام عليكم، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله بدنا نعمل اكله كويتيه، مشبوس الدجاج. اوكي، اول حاجه انا هسلق الدجاج. انا حطيت له منكهات، بصل وهيل وورق غار هيك يعني. ورقه لو بس اي الزفرة عنه. بعدين بتبله بالبهارات العادية اللي هي بهارات السلق. عبارة عن فلفل أكحل وأسود وملح وهيل، وفيه هيل، قرفة أو برسيم. و هي البهارات بتاعتنا يعني. اللي أول خطوة بدي أعمل الخلطة على ما يتسلق الدجاج. بدي أعمل الخلطة أو الحشو تبع المشبوس. معايا قلاية سخنة بدون زيت بدون أي شيء. بدي أضيف عليها بصل كتير هيك متقطع صغير، بدأني أحرك فيه. أول ما ياخد زيتة تشويحة من تحت أحركه عشان يتكرمل معايا. ممكن يعني كل شوية أعطيه هيك معلقة من المية عشان ياخد اللون كرملة بتاعت البصل. شايفين من تحت بدأ يتغير اللون. خليه شوية كرمل. انزل بقية المية لغاية ما البصل بتاعي يتكرمل وياخد اللون. شايفين اللون البني. هلا بس يتكرمل اكتر بدي اضيف عليه الكشمش او الزبيب، واضيف عليه الحمص المجروش المسلوق 3/4 سوا. شايفين اللون كيف حلو. هلا المرقة تبعت سلق الدجاج يمكن عاملاها الزفرة. حطيت ورق غار وهيل، بدي احط ملح فلفل اسود وقرفة، وحطيت مكعب مرق الدجاج يعني لتعزيز الطعم. هسيب الدجاج تبعي يتسلق. نرجع للحشوة تبعت المشبوس. البصل معايا هلبا اخد لون. هضيف الكشمش وهضيف الحمص. اقلب. هلا البهارات اللي هحطها قرفة، فلفل اسود، هيل مطحون، وليمون مجفف مطحون. هلا البهارات فلفل اسود، قرفة، هيل مطحون، ليمون مجفف مطحون،
وملح. بدي اضيفهم على الخلطة تبعتي. بدي اخد من الشوربة اللي سويتها تبعت الدجاج، بكفي هيك. هقلب خليه اوطي عليه يستوي على ما الدجاج تاعي يستوي. وكمان هنقع الرز البسمتي، هنقع 3 كاسات بالنسبة لإلي انا، يعني كفوا 6 اشخاص او 7 اشخاص. هنقعه قبليها بوقت عشان اسويه بمرقة الدجاج. دلوقتي الدجاج بتاعنا اتسلق. انا حطيت له كمان زنجبيل فريش، شريحة ليمون هيك يعني تعزيز الطعم مش اجباري. دلوقتي انا حطيت معلقة من السمنة اي نوع بتحبوه. هنزل بالرز. اوكي، هسقي الرز هو بس هيك بالزيت بالسمنة اصلا او بالزيت يعني حسب الرغبة. من المرقة تبعت الدجاج، لانه هي الملح والبهارات وكل شي فيها، مش محتاجة احط شي تاني يعني. هذه هي قطعة من الطماطم اللي حطيتها في الشوربة، يعني طعم حلو. انا حطيت معاكم 3 كاسات من الرز، نقعته. هلا بدي اغطيه حتى يتشرب. بس يتشرب بدي اضيف عليه زنجبيل، سوري اسفة، زعفران، مية الزعفران وفيها هيل مطحون، وماء ورد. طبعا معلقة من ماء الورد مش كتير لتعزيز الطعم. مش هضيف عليه كله، هضيف هيك على الجنب عشان بعدين بس اقلبه يعطي لونين مع بعض. اوكي. بالنسبة لهي الخلطة، هي سمنة، معلقة سمنة وزيت ومعلقة زيت ورشة هيل، سوري، رشة قرفة. ايوه، رشة قرفة ورشة ملح. بدي ادهن فيها الدجاج، بس اجي احطه على الاير فراير عشان حمره. وزعفران طبعا، اللون هذا عاطي من الزعفران، رشة من الزعفران. تابعوني. دلوقتي الرز بتاعي بيستوي. اول ما اشرب المية هحط هيك مية الزعفران والهيل وماء الورد، بس مش هحركهم، هكمره لعند ما يستوي وبعدين بحركهم عشان ياخد اللون. طبعا انا سقيته من الشوربة تبعت الدجاج. بالنسبة للدجاج انا دهنته هيني من الخلطة اللي حكيت لكم عليها، اللي هي زعفران وسمنة زيت وقرفة ورشة ملح وهيل، رشة ملح قصدي وقرفة. هدخلها الاير فراير، هحمر الدجاج على ما الرز تبعي يستوي. بالنسبة للحشو تبع الحمص والبصل والزبيب هي جاهز. بدي اضيف شوية هيك منه الرز تبعي، والباقي بضيفه على الوجه عند التقديم. ايوه،
بحيث اذا في اشخاص يعني ما بيرغبوهوش فيهم يستغنوا يعني عنه. تابعونا. وده كان الشكل المشبوس دياي اتمنى الكويتي. اتمنى ان انتوا تجربوه، ان شاء الله يكون عجبتكم الوصفة. وعملت جنبي سلطة الدقوس. ان شاء الله تجربوه وتعجبكم. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.